في عام 2011 انتقلت إلى كولورادو لإكمال درجة الماجستير في علم النفس، وكان الشتاء قاسياً ودورتي السكنية تقع على أطراف الجامعة، وكانت حياتي هادئة لدرجة مخيفة. وفي يوم من الأيام وبينما كنت أستعد لمنتصف الفصل، خرجت أتمشى في الغابة الصغيرة بجانب السكن، والتي يسميها الطلاب غابة جوردن، ولا أحد يعرف من هو جوردن أصلاً. جلست عند نافورة قديمة مهجورة ومهجورة وسط الثلج لأرتاح قليلاً، وفجأة سمعت خطوات خلفي. التفت وشفت رجل لابس جاكيت وقبعة، ابتسم وقدم نفسه باسم دوغ وجلس جنبي. من أول لحظة حسيت في شيء مريب، شكله ما هو طالب أبداً، يمكن بعمر نهاية الثلاثينات أو بداية الأربعينات. حاولت أتجاهله وأبان مشغول بجوالي، وبعد شوي قلت له الجو برد وقررت أرجع للسكن. وأنا أمشي حسيت عيونه ملتصقة في ظهري، ولما التفت شفته يحدق فيني بطريقة تخوف. مشيت أسرع إلى أن اختفى عن نظري. رجعت لغرفتي وحاول أذاكر، لكن عقلي كان مشغول فيه. وفي الليل بعد ما خلصت شاور واتصلت علي صديقتي بالفيس تايم، كنا نتكلم تقريباً ساعة، وفجأة سكتت ونظرت وراي بخوف وقالت: في أحد يطالع عليك من الشباك. تجمد جسمي، التفت وكان دوغ يناظرني من الشباك. أول ما شافني نزل بسرعة واختفى. اتصلت بالأمن الجامعي وصديقتي بقيت معي على الخط، وفجأة سمعت مقبض الباب يتحرك كأنه يحاول يفتح، وكان صوته منخفض ومخيف وهو يقول: أقدر أكسر الباب بركلة واحدة. بكيت من الخوف وأنا أترجى الأمن يوصل بسرعة، ولما وصلوا ومعهم الشرطة قبضوا عليه فوراً. اكتشفوا إن دوغ كان طالب قديم وخسر صديقته قبل سنوات، وصار مشرد ويعيش حول الجامعة لأنه يتعلق بذكرياتها. ورغم إني حسيت تجاهه بشيء من الشفقة، بس اللي سواه كان خطير. الجامعة منعته تماماً من دخول الحرم وتم سجنه، وأنا تخرجت بعدها بسنة بامتياز وما رجعت لذلك المكان من يومها.